هنعمل بقى زيتون رمضان اللي هيقعد معانا لرمضان وهيقعد معانا بالسنة كمان. اول حاجة هبدأ كده باني اوضب التحابيش. هعصر الليمون، هقطع الليمون واعصره طبعا على ايديا. مش هستخدم الخلاط عشان عصير الليمون ما يمررش. معلش الفيديو ده بقى حطلكوا كل التفاصيل بالتفاصيل، يعني بالتفاصيل المملة زي ما بيقولوا، فاستحملوني. والكرفس هقطعه، هكتب لكم طبعا كل الكميات في الكابشن. والفلفل الحامي، وطبعا لازم البس جلافز، خلي بالكوا على ايديكوا لانه هيحرق ايديكوا، حراق جدا. والجزر، احط الجزر والفلفل الحامي في الكيتشن ماشين، وزي ما انتوا شايفين كده اتهرسوا بكل سهولة. وهقلب بقى كل ده مع بعض كويس جدا، الجزر والفلفل مع الكرفس. لو عايزين تضيفوا حبة البركة برضو مفيش مشكلة. عندي بقى هنا الزيتون، انا شارياه زي ما انتوا شايفين كده من مزرعة، فجايلي في شبك. دول 8 كيلو، 8 كيلو. هستبعد طبعا اللي بايظ منه زي ما عملنا الفيديو اللي فات، وهغسله كده تحت الحنفية غسلة حلو. حطيته في طبق واسع، وهضيف له بقى كمية من الخلطة بتاعتنا اللي هي التحابيش، وهقلبهم. هلبس بقى جلافز وهقلبهم مع بعض كويس جدا عشان هبدأ اعبي عندي في البرطمانات المعقمة. اعبي بقى الزيتون في البرطمان زي كده، ممكن برضو بمعلقة، يعني حسب ما انتم متعودين. البرطمانات دي طبعا انا بعقمها بالخل يعني، بس الخل بعد كده برميه. تمام، بعد ما عملت كل البرطمانات زي ما انتوا شايفين، عملوا لي 4 برطمانات، كل واحد بياخد 2 كيلو. هحط بقى عصير الليمون اللي عصرناه، هوزعه على كمية البرطمانات اللي عندي. وبحتفظ بالقشر عشان بكبس بيه البرطمانات، مخليش مجال ان فيه هوا يدخل. عندي هنا بقى المحلول الملحي هنعمله سوا. مية مغلية وسبتها تبرد، دول 8 كوبايات مية او لترين. هحط لهم 10 معالق كبار ملح خشن، وضروري الملح يكون خشن. الملح الناعم بيهري الزيتون زي الخل برضو، اوعوا تحطوا خل، الخل بيهري الزيتون، واحنا عايزين الزيتون يقعد معانا فترة طويلة. وهضيف لهم 2 كبار سكر، والسكر ده بيدي القرمشة للزيتون وعامل كده زي مادة حفظ. هقلبهم كويس، وهختبر المحلول بالبيضة زي ما احنا متعودين مع بعض. طلعت لفوق زي كده، يبقى انا المحلول عندي تمام ومش ناقصه اي ملح. هضيف المحلول الملحي للبرطمانات بالتدريج، طبعا كل ما يخلص هعمل جديد.
وهقفل بزيت زيتون، وده عامل زي شمع كده او مادة حفظ. وهغلف بالاسترتش، وهغلف كمان بكيس عادي عشان احافظ على الزيتون. وهقفل كويس جدا واحطه كده في مكان بارد ومظلم، وافتح عليه بعد 3 شهور مش قبل 3 شهور. وكل سنة وانتم طيبين.